النهاردة هعمل معاكم دونر الكباب التركي اللي قالب السوشيال ميديا اليومين دول. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين شكل الساندوتش جميل جدا، وهقول لكم بقى رأيي في آخر الفيديو، يستحق التجربة ولا لأ. اللهم صل على سيدنا محمد. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ما تكونش حمرا خالص، يعني يكون فيها نسبة دهون 25%، وبصلاية متوسطة، وتوم، والتوابل بتاعتي 7 بهارات، بابريكا، ملح، فلفل اسود، من كل حاجة معلقة صغيرة، بابريكا مدخنة، وعلبة زبادي. هاخد البصلاية، هنا انا حطيت بصلاية ونص، بس بصراحة كانت كتيرة، فالنص كيلو حطي له بصلاية متوسطة، ما تكتريش البصلة. هنزل بقى باللحمة المفرومة، بنفرم بقى البصلة والثوم الاول، وبعد كده بننزل باللحمة المفرومة وعلبة الزبادي والتوابل بتاعتي، وهفرمهم بقى فرمة كده ناعمة مع بعض في الكبة. تمام، حطيت لها بقى معلقتين زيت او معلقة زيت، وهقسم بقى اللحمة بتاعتي كده ل4 كور متساوية كده بالشكل ده. هجيب بقى ورقة زبدة وهدهنها زيت. اهم حاجة ورق الزبدة يكون يستحمل اللحمة، يعني علشان في ورق زبدة، وده الورق اللي انا استخدمته برضو من الورق اللي هو ايه، مش ورق الزبدة الاصلي. حاولي تجيبي ورق زبدة يكون ورق يعني ايه اصلي كده حلو. وفي الوقت ده بقى بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 200، على ما افرد اللحمة يكون الفرن سخن. بشيل بقى الورقة اللي على الوش كده، واطبق بقى ايه الدونر بتاعي كده بالشكل ده، وارصهم في الصينية او الصاج. هجيب ورقة الزبدة، ورقة تانية هعمل معاكم واحدة كمان، وادهنها زيت بالشكل ده، وهفرد بقى. ممكن تفرديها بايدك، تفرديها بالنشابة، يعني هي بتبقى سهلة، يعني سهلة الفرد، وفرديها طبقة رقيقة خالص. تمام، ونطبقها بقى كده بالشكل ده. هحطهم بقى في الصينية كده بالشكل ده، وهجيب قرن فلفل او قرنين فلفل كده وطماطميتين، وادهنهم زيت، وادخل بقى الصواني بتاعتي في الفرن في الرف الاوسط على درجة حرارة 200، بتاخد نص ساعة، وبكون مولعة لها بقى الشواية في اخر، يعني قبل 10 دقايق كده بولع الشواية. تمام، هشيل بقى كده الطماطم والفلفل، وادي بقى الدونر بتاعنا كده بالشكل ده، بنشيله كده من ورق الزبدة. لو وصلتي معايا بقى لحد هنا وما ضغطتيش لايك، فضلا منك لايك للفيديو، وسبسكرايب لو لسه اول مرة بتشوفيني، ولو بتشوفيني من على الفيس ما تنسيش متابعة ولايك وتعليق بقى حلو كده منك. بنقطعها بقى كده تقطيع عشوائي كده بالشكل ده. طبعا هي سخنة جدا، ولازم اول ما تطلع من الفرن نفكها كده وهي سخنة، علشان ما تلزقش في ورق الزبدة. تقطيع عشوائي كده بالشكل ده. انا بقى هدخلها تحت الشواية تاخد لون الشوي كده
عشان يبقى طعمها حلو، لان هي كده لو عملتيها بالشكل ده قريبة جدا من الكفتة. يعني انا بصراحة لما دقتها هنا في الوقت ده قلت لا، يعني لا، طب ما نعمل كفتة احسن، بدل يعني ما اعمل كده وافرد والكلام ده كله. هنا بقى هعمل الطحينة. الطحينة حطيت عليها شطة وكمون وفلفل اسود والملح، ونزلت بالمية الدافية، وهقلب بقى كده بالشكل ده، وعصرة ليمونة، ومعلقتين خل او معلقة خل عشان الطحينة بتاعتي تربط كده بالشكل ده، وهقلب. هجهز بقى، احنا كده بنحضر بقى عشان الساندوتش. تمام. هنا بصل قطعته جوليان او شرايح كده بالشكل ده، ونزلت عليه بالسماق، بصل احمر علشان طبعا بيكون احلى من البصل الابيض في الساندوتشات. تمام. دخلتها بقى شوية كده بالشكل ده، طلعتها كانت بالشكل الحلو ده. هجيب بقى عيش الشاورما او عيش السوري او عيش الصاج، ايا كان بقى، حابة تحطي فينو اي نوع عيش انتي تحبيه. وقطعت كمان بقدونس، وهنزل بقى بقطع اللحمة كده بالشكل ده، وشرايح من البصل، وبجيب قطعة بقى من الطماطم اللي انا شويتها، ومن الفلفل المشوي، وحطيت طحينة، سلطة الطحينة، وبطبق بقى الساندوتش بتاعي كده بالشكل ده. طبعا بقى كمية اللحمة اللي تحبيها تحطيها زي ما تحبي بقى، يعني ايه. طبعا نص كيلو لحمة، واحنا كنا 4 افراد، كل واحد خد ساندوتشين، فكان حلو يعني، الساندوتشين شبعوا يعني مشبعين. تمام. طاسة بقى او جريل على النار كده، انا نزلت بمادة دهنية بالزيت، حاجة كده رشة بسيطة من الزيت. تمام. وهنزل بقى على ظهر الساندوتش كده، الحتة المفتوحة من تحت عشان تقفل، وهديها لون بقى كده بالشكل ده. بس كده. نزلت بالبصل. هنا احمد بقى ابني قال لي لا انا عايز بطاطس مع الساندوتش، فحمرت بقى بطاطستين كده بالشكل ده. دي حاجة بقى من عندي كده خارج الترند. تمام. وزي بقى ما تحبي، حطيت له بقى البطاطس كده والبصل والبقدونس وشرايح الدونر، وحطيت فلفل وقطع كده من الطماطم وسلطة الطحينة، وهلف بقى الساندوتش بتاعي كده بالشكل ده بس. وهروح بقى على الطاسة. عملتهم بقى كلهم كده بالشكل ده، وكده بقى خلصنا الساندوتشات بتاعتنا. شايفين بقى الجمال؟ جميل بصراحة. يعني انا لما دقته كده يعني حبيته، يعني طعمه جميل. بقول لكم لايك بقى، بقول له حلو حلو. هنا بقى الساندوتش اللي بالبطاطس. تمام. خليت لهم بقى البطاطس لوحده والساندوتشات التانية لوحدها. اتمنى تجربوه، هيعجبكم. كنتم مع لميا صيام، والسلام عليكم.